الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. نحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في هذا الجامع المبارك وفي هذا الشهر المبارك، وبإذن الله تعالى دقائق مباركة بموضوع بعنوان رجل رشيد. وحقيقة العنوان هذا رجل رشيد وحده يحتاج له شرح، لأن الرجل اليوم كلنا اللي حاضرين في هذا الجامع نستهدف بهذا العنوان. وأيضا رشيد، كلمة رشيد ذكرت في القرآن الكريم في أكثر من موضع، ورشيد هي بصيغة مبالغة من الرشد، الوعي أو الإدراك أو الفهم، الإنسان الواعي. وبالتالي نريد نعرف ماذا يقضع خلف هذا العنوان بإذن الله تعالى. نحاول قدر الإمكان نربط هذا العنوان بتربية الأبناء. أليس منكم رجل رشيد؟ سيدنا لوط كان يقول لقومه ويسأل هذا السؤال المنطقي. وأيضا الله عز وجل عندما وصف فعل فرعون عندما طلب من سيدنا موسى وهارون يذهب إليه، قال فعل فرعون كان فعل غير رشيد. وبالتالي في التربية، وهذا الدرس خاص للرجال فقط، لأن اليوم نحن محتاجين نراجع أنفسنا كرجال، وين موقعنا في التربية؟ لأن للأسف الشديد، وإن شاء الله كلهم بالجامعة حاضرين معنا، كلكم أدواركم جبارة بإذن الله تعالى، وكلكم باذلين جهود جبارة في التربية، ولكن من خلال الاستشارات ربما أي واحد في منا حاضر هذا الدرس لا يعاني من هكذا نقاط ضعف، ينقلها إلى جانب آخر أو ينقلها إلى من يحتاج لمثل هذه التوجيهات بإذن الله تعالى. رجل رشيد اليوم لابد أن نميز ما بين التربية وبين الرعاية. كثير من الآباء يقوموا بدور الرعاية في الأسرة. الرعاية هو توفر المأكل، المشرب، الملبس، المسكن، هذه رعاية، هذه كلنا قادرين عليها، سهلة. أي واحد فينا يعني الله يكرمكم والله يعزكم قبل العيد لو أخذ أضحية العيد وجابها مع البيت سيوفر لها الطعام، يوفر لها الشراب، وسيوفر لها مكان آمن بعيد عن الشمس، بعيد عن الأمطار وقت أمطار. وبالتالي هذه رعاية، ويرعى هذه البهيمة. ولكن التربية أبعد من ذلك. التربية لها مفهوم عميق جدا، والتربويون أيضا يعني عرفوها بشكل كبير. أنا أعرفها بشكل مبسط جدا. التربية فيها 4 جوانب. هو أن تعد عقل ابنك بحيث يستطيع أن يتفكر في هذه الحياة ويفند ما بين الصالح والطالح. لأن يا أخواني أصبحنا في زمن الآن حتى فقط إن ابنك يستطيع أن يميز بين الصالح والطالح صار صعب جدا. الآن حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الوقت، حتى يقول لك حتى تعريف المعروف تغير عندنا، والمنكر تغير عندنا عند بعض الناس اللي للأسف الشديد يعني بدأوا يتفننوا. مثلا الرشوة أصبحت هدية، والواسطة أصبحت علاقات، والنصب أصبحت فهلوة، ذكاء، شطارة، فأصبحت مسميات غريبة وعجيبة. فابنك إذا نشأ ابنك وما قادر أن يميز، أطلع خارج، هذا ما يحب يكون داخل. أنا خلنا أهتم عن الجو، أخليه هنا. يحتاج هذا رعاية. أنا شوف أحتاج تربية الحين، ما يحتاج رعاية. أحسنت. فالآن أصبح لابد ابنك يفند عقل، يفكر، يتفكر. لأن الآن للأسف الشديد الغزو الفكري اتجاه أبنائنا، الغزو الفكري الآن في العصر الذكاء الاصطناعي والغزو الفكري، والآن هناك آفات تهدد أبنائنا. أقرب آفة يمكن تكلمنا عنها سابقا هنا في الجامع كانت الكيبوب الكوري. الآن ظهر شيء عندنا جديد اسمه الأنمي الياباني، وكيف يتسلل لعقول أبنائنا. وهذا المعرض الكتاب الأخير ظهرت بعض الظواهر، لو الوقت كفانا راح أتكلم عنها بإذن الله تعالى. كيف أصبح ابنك يروح معرض الكتاب اللي مفروض يكون جميل جدا، مفروض يكون رايح هناك برسالة أن يكون قارئ مفكر، لكن يخرج ابنك ولديه سموم فكرية. بالتالي إذا ما استطعت أن تعد عقل ابنك ويفند بين الصالح والطالح عقليا، فهنا أنت غيبت أشياء كثيرة عن ذلك الابن. هذا من الناحية العقلية. من الناحية الجسدية، التربية هو أن تعد ابنك
أنه يتحمل مصاعب الحياة. الحياة ما سهلة، ما هو مقبلين عليه ما سهل، رغم أنه متفائل جدا بما هو قادم. لكن أنتم شايفين الآن غلاء المعيشة والضريبة وغير ذلك. ابنك إن لم يستعد لما هو قادم، وما تعد ابنك جسديا إنه يهتم أيضا بالرياضة، يهتم بالغذاء، يهتم بالنوم. الآن عمان تعاني من سمنة الأطفال مثلا، سمنة عند الأطفال منتشرة بشكل كبير جدا عندنا في عمان، وبالتالي هنا إعداد جسد أيضا. طيب، أيضا إعداد روح، جانب العقلي، جانب الجسدي، إعداد روح تتسامى في علاقته مع الله عز وجل. عندما يأتي يصلي هنا، لماذا يصلي؟ لما نأتي كتربويين ونصنف الصلاة، فنأخذها من 3 محاور مهمة. المحور المعرفي، يعرف بأن الصلاة عمود الدين، هذه معرفة. والمحور المهاري، أن يطبق أركان الصلاة بإتقان، هذا مهارة. ولكن المغيب نوعا ما هو المحور الوجداني، الشعور، أن يتلذذ ابني بالصلاة. أرحنا بها يا بلال. لكي يصل ابني لهذه المرحلة يتلذذ بالصلاة، هنا المكان الروحي الوجداني اللي ممكن أن نعلم أبنائنا في هذا الجانب. يبقى الجانب الأخير اللي هو الجانب النفسي أو القلبي يسمى. أبسط شيء نقول في هذا الجانب أن تعلم ابنك يعبر عن مشاعره. الحين أصعب الأشياء أن ابنك فقط يعبر عن مشاعره. حتى لو سألت ابنك الآن، حتى بعد المحاضرة، جرب يسأل ابنك، قل له ولدي إيش تحس؟ بيقول لك زين. ما أعرف أي شعور ده زين. في شعور اسمه زين؟ شيء شعور سعيد، حزين، متضايق، هذا مشاعر. لكن زين ما شيء شعور اسمه زين، لأنه لم نعلم نسمي مشاعرنا. حتى إحنا كبار جو ما تعلمنا نسمي مشاعرنا، ما نعرف مشاعرنا. لما حتى يجيك واحد يقول أنت مالك، يقول ما أعرف، أحس نفسي ما أعرف، متضايق، كأني محبط، كأني. وبالتالي تسمية المشاعر مهمة جدا. نعلم أبنائنا أن يسمي مشاعر، نعلم أبنائنا أن يعبر عن مشاعر. أنا لما كنت معلم قبل سنوات في الصف، كنت أعرف إلى حد ما الطالب اللي في بيتهم أبوه وأمه يحاوروه، والطالب اللي في بيتهم أبوه وأمه يحاوروه. كنت لما أفتح للطلاب مجال الحوار، الطالب اللي أبوه وأمه يحاوروه تحصل يتكلم، يعبر عن مشاعره، يعبر. أما هذاك الثاني تحصل ما مستغرب، يعني هل معقول أتكلم؟ يعني بيسمعني هذا؟ يعني بيحترم أفكاري هذا؟ بيحترم مشاعري هذا؟ وبالتالي تعرف الابن اللي تعود أن يسمع له، يقدر كلامه، تقدر مشاعره، والابن الذي لم يعد على ذلك. وأيضا من ضمن الأشياء النفسية أن نعلم أبنائنا العطاء، أن يعطي. طبعا يعطي دون أن يضر نفسه، أيضا يعطي في الوقت الذي يجب أن يعطي فيه. يعني مثلا في هذا الجامع، أنا أمس عجبتني الفكرة اللي ذكرت، وطبعا نحيي الناس اللي قائمين على هذا الجامع، جهود جبارة تبذل. مثلا الوقف اللي موجود 60,000 ريال عماني، كل سهم فيه 10 ريالات. لما تجيب ابنك وتقول له يا ولدي هذا وقف، تعرف ايش يعني وقف؟ يعني سيبقى لك طول ما انت عايش في الحياة، وسيبقى لك حتى عندما تغادر هذه الحياة. بس كذا وقف، انت وقفت ذا الشيء، وكم 10 ريالات. وتأتي انت وتحول هذا التبرع، تحوله الى ملمح تربوي، تغرس فيه هذه التربية. تفضل يا ابني الآن، شوف أنا بطلع، أنتم كم عندكم في البيت؟ 5، أنت وأمك وأخوانك، بطلع 50 ريال عن كل واحد فيكم، 10 ريال. يعني أنا أوقفت عن كل واحد فيكم هذا الجامع كل ما ترونه في المستقبل بإذن الله تعالى، من أنشطة، من فعاليات، من دفع الخير، من تعليم قرآن كريم. إن شاء الله سيكون لنا أجر عظيم في ذلك. فرق بين هذا وبين واحد يروح يطلع الوقف بدون لا يستغل الفرصة. يعني استثمار، ما أقول يستغل، استثمار الفرص، فرصة. أنا أقول دائما الصندوق اللي موجود هناك في الخلف، إحنا في عمان لما تسوق سيارة وتكون قريب الرادار، إيش تسوي؟ إيش تسوي قريب الرادار؟ تضرب بريك، صح؟ وبعدين من تخلص الرادار تدوس مرة ثانية. أنا أقول لهم دائما اعتبروه هذا رادار في المسجد، لما تمر عنده اوقف شويه. ولما توقف ومعاك ولدك لا تحط له فلوس، خاصه كان ابنك اقل من 7 سنوات.
لما توقف تروح عند الصندوق ما تحط انت المبلغ، انت قول حال ابنك يا ولدي لما تشوف الصندوق ذكرني. انا سبحان الله انسى بعض الاحيان حتى لو ما تنسى. فكل ما نقول ضاع الصندوق فتطلع انت اللي تحب تتبرع فيه، ريال ريالين 10 وتحطهم في الصندوق وتعطي ابنك يحط، ما تحطهم انت، خلي ابنك يحطهم في الصندوق. اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، بعدين سيعتاد الابن على هذا الفعل. يكبر هذا الابن، انت مريض يمكن في المستشفى او مشغول او مسافر، ويمر ابنك وهو كبير عند ذلك الصندوق، يتذكر من؟ يتذكر انت. ومن سن سنه طيبه فله اجرها واجر من اتبعها. وبالتالي هذه التربيه من وجهه نظري انا، طبعا هذه الجوانب الاربعه اللي قلتها من وجهه نظري انا. التربويين ابدعوا في ذلك، لكن هكذا انا ارى التربيه. نهتم بالجانب العقلي عند ابني، الجانب الجسدي عند ابني، الجانب النفسي والقلبي عند ابني، والجانب اللي هو الجانب الروحي عند ابني. هكذا نستطيع ان نقول نربي ابنائنا. طيب السؤال الاهم الان، اغلبنا اللي من جيل الثمانينات او السبعينات ما حضرنا محاضرات واحنا صغار هكذا في التربيه، في علم النفس، في هذه الاشياء. كيف لما بدينا اسرنا، اغلبنا لما بدا الاسره بدا يعامل زوجته وابنائه وفق ما تم معاملته. كلامي صحيح ولا ما صحيح؟ ها؟ عشان بس اعرف اكمل وما اكمل. انا اسميها التربيه بالوراثه. هذه التربيه بالوراثه. التربيه بالوراثه مفيده جدا اذا كان ابوك وامك كانوا رائعين جدا، كانوا رائعين، احتووك، قدروك، اعطوك من القيمه والشيء الكثير. لكنها غير مفيده اذا كان ابوك وامك كل يوم ضرابه وكل يوم نزاع وكل يوم غير ذلك. لذلك حتى في الاستشارات اليوم لما يجيني واحد اقول له هي يصير كذا تعمل مع زوجتك، يقول ابوي كان يسوي كذا. يشوف ابوه هو النموذج، هو يرى ان ابوه ذلك النموذج الذي يحتذى به. طبعا ابوه لما سوى كذا احنا ما نلوم ابوه ما عنده الوعي ما حضر هذا، ما قرأ كتب، ما حضر محاضرات، ما حضر دروس، فما نلوم الاب. الوعي اللي عند الاب وصله لهذا المستوى من التربيه. لكن انت الان ان لم تعدل هذه البرمجه تلام. انت الان اذا ادركت وتلذذت وايقنت بان حبيبي وسيد النبي صلى الله عليه وسلم وصاك بالنساء، وانه لم يضرب قط، وانه كان يحترم الاطفال، وانت تدرك كل ذي الاشياء وبعدين تروح تمارس عكس هذه الاشياء، عجيب. اين الرشد يعني في ذلك؟ وبالتالي اذا اليوم انت، كنا اللي حاضرين في هذا الجامع لما نقول هذه المحاضره خاصه للرجال، اي ممارسه تمارسها مع زوجتك في المنزل، اي ممارسه تمارسها مع زوجتك في المنزل، ابنائك خصوصا اقل من 7 سنوات يتعلموا منك. انت النموذج امامهم. تجي عند تدخل البيت تسلم عليهم، تقبل راس مثل زوجتك، هذا نموذج امامهم. هم يعتقدوا بل لما يكبروا ان هذا هو الرجل. اما تدخل البيت، في بعض الاباء يدخل البيت الاولاد يهربوا، يخافوا، ابو فلان جاي، ابو فلان هذا ما اب هذا. وبالتالي الكل يهرب، الكل يتخبى في غرفه لحد ما ابو فلان يهدى، يعطوه كوب الشاي. بعض الناس ماخذين طبعا كلمه رشيد اخذوها ايضا يقال من لقب هارون الرشيد، وفي كل ولايه تحصل في واحد رشيد لديه لكن البعض ما يكون رشيد في بيته، يكون هارون الرشيد في بيته، يعني كذا يخدم والولاء والطاعه له. تخيلوا معي يا اخواني هذه الممارسات اللي تمارسها امام ابنك لما يكبر الى حد كبير جدا ان لم يتغير وعيه يعيد هذه الممارسات. برمجه. كيف تبرمج هذا الابن؟ لان الابن ينشا في السنوات الاولى في التربيه، يقول هكذا، يقول بان الابن في ال7 سنوات الاولى يتعلم بشيء اسمه النمذجه، نموذج. فينشا امام عين نموذجين، نموذج الاب والام. واحنا ايضا من ضمن الاشياء اللي المفروض نصححها كرجال بان احنا ننشا بان الاب دائما هو الحازم، هو الصارم،
والأم هي الحنان، مصدر الحنان في البيت. فينشأ هذا النموذجين عنده. جميل، لكن يفترض تربويا نتبادل الأدوار. يعني الأب هو الحازم، هو صاحب التوجيهات، لكن بعض الأحيان نتبادل الأدوار، نتفق على أن نختلف. بمعنى ماذا؟ بمعنى مثلا تقول حل زوجتك بأن الحين أنا إذا الابن عمل مشكلة أو عمل كذا أنا أشد عليه كحزم ليس عنف، وأنت احتوي. المرة الجاية أنت شدي عليه كحزم وأنا أحتوي. ما دائما تلعب دور أنت الحازم وأنت صاحب، لأنك إذا لعبت هذا الدور بتنشأ. إحنا عندنا في التربية أكثر من مسمى للآباء. في عندنا أب اسمه الأب الإطفائي. الأب الإطفائي هذا ما يظهر إلا أثناء المشاكل بس، يعني طول ما البيت الأمور طيبة ما حد يشوفه، لكن لو سوى الولد مشكلة يتصلوا فيه، تعال ولدك سوى كذا كذا، يجي يحل المشكلة ويختفي مرة ثانية. هذا يسمى الأب الإطفائي. أما النوع الثاني يسميه الأب المروض. هذا يريد أبنائه بس يقول تم، ابشر، سمعا وطاعة، ما يهمك أي شيء يقولهم تم. وإذا ابنه مثلا ناقشه يقول له مثلا ليش يسوي كذا؟ يسأله يقول أنا ما أبوك؟ ما أعرف مصلحتك؟ فينشأ الابن تم 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 لحد ما يكبر وما يستطيع هذا الابن يحل أي مشكلة من مشاكله. حتى لو تزوج وصارت مشكلة يتصل بأبوه يساعده في حل هذه المشكلة. هذا الأب المروض احنا نسميه. أما الأب فعلا هو الأب الفعال اللي يستطيع أن يمارس كل، يسميه الأب الموقفي، حسب الموقف، حسب السلوك، حسب طبيعة الطفل. طفل بس نظرة واحدة تكفيه، نظرة بس أشوف عليه ابني كذا نظرة ما يعيد هذا السلوك. ابني الثاني لا، كلام لازم، لو سوى فعل معين لازم أكلمه. الابن اللي بعده لا، لازم أحرمه. وبالتالي حسب الموقف اللي يقوم به الابن، هل الموقف خادش للحياة، هل الموقف بسيط، هل الموقف كذا، وحسب شخصية ابني وحسب السلوك الذي يقوم به. هنا يسميه الأب الفعال. لكن أنا ممكن أضيف أيضا نوعين من عندي. إحنا ممكن نقول الأب، في عندنا الأب الموظف وعندنا الأب التاجر. الأب الموظف لازم كل يوم يروح العمل عشان يقوم بهذه المهام اللي عنده، لازم يروح، إذا ما راح لم ما حد يقوم بهذه المهام. أما التاجر فهو بداية التجارة يؤسس مشروعه بإتقان، يتعب عليه ويأسس المشروع وليل نهار يسعى عليه. بعدين لما يقوم المشروع يستطيع أن ينسحب تدريجيا ويتابع المشروع من بعيد. هذا الأب التاجر هو اللي يحتاجين له إحنا اليوم. 7 سنوات الأولى، تلاحظوني دائما أقول 7 سنوات الأولى، 7 سنوات الأولى، لأن أغلب كتب التربية تقول هكذا. كتب التربية تقول 7 سنوات الأولى. ما يتعلم الابن في 7 سنوات الأولى يقول تظل معاه في شخصيته حتى عمر 21 سنة. وبالتالي يا أخواني الرشد في التربية هو اللي نريده. التقدير داخل المنزل هو اللي نريده. أن تعلم ابنك داخل المنزل كنموذج كيف يتعامل مع المرأة، هذا اللي نريده. لو أعطيكم بس مثال بسيط جدا في معرض الكتاب الأخير. معرض الكتاب الأخير هذا اللي صار، لما قلت لكم إن أصبحنا في وقت صعب جدا ابنك يفند. معرض الكتاب الأخير أنا كنت مشارك فيه بإحدى الأركان، وأشوف الطلاب لما يجوا من المدارس، طلاب المدارس، أغلب طلاب المدارس لما يروحوا معرض الكتاب يتجمعوا عند اليوتيوبرز. تعرفون اليوتيوبرز اللي في عنده قناة في اليوتيوب، قناة في اليوتيوب ومسوي كتاب، عامل كتاب. اليوتيوبرز هذول عندهم كاريزما عالية جدا، مؤثرين جدا، لكن المحتوى اللي موجود هل يتناسب مع ابنك؟ الجواب لا. تعرفوا ايش اكثر كتب لما كنت اتابع اشوف، وحتى لما في الاستشهاد يجوا معي اطفال، تعرفوا ايش اكثر كتب يشتريها الاطفال عن ايش؟ في المعرض الاخير حسب علمي انا واطلاعي، اكثر كتب يشتريوها الاطفال، لما اقول اطفال طبعا انا اقصد اقل من عمر 18 سنه. تعرفوا ايش؟ من يعرف؟ ويعطيه هديه شيخنا امام المسجد. انا ما اشوف هدايا يعني. تعرفوا ايش؟ قصص الجرائم، جرائم قتل،
في مجموعه في الخليج كم واحد، كم اسم ما اقدر اذكرهم، لكن كم واحد في الخليج عندنا بيكتبوا عن الجرائم بس. هذه دراسه عارفينهم انت. تخيل جرائم بس. في كتاب اسمه بنات ابليس، من اكثر الكتب مبيعا. عن ماذا يتكلم؟ يتكلم هذا الكتاب عن زوجات قتلا ازواجهن، كيف قتلنهم. تخيل بنتك تقرا كتب من هذا النوع، تخيل يعني. وبنت كم في عمر كم؟ 13 12 14 15 تقرا كتاب بهذا النوع. اما الكتاب الثاني اسمه يعني نكاح العفاريت، هذا من اكثر الكتب مبيعا موجود. تخيلوا معي هذه الكتب عند هذه الفئه اللي ما عندهم وعي ماذا يقرأوا. وعلى فكره لما يشتريوهن كانهم مشترين كنز عظيم، عشان بس يوقع لهم هذاك اللي جالس هناك، ولا توقع لهم البنت اللي جالسه هناك. تأثير غزو غريب جدا. كتاب اسمه في قلبي ملحد، تخيلوا معي. هذا يعني تهافت عليه غير طبيعي ابدا في معرض الكتاب. وقس على ذلك جرائم، قتل. وانا حقيقه بعد ما شفت هذه المظاهر رحت اقرا ليش لماذا اقرا. وجدت يعني في الدراسات العلميه خاصه في علم النفس تتكلم عن اشياء غريبه في هذا الجانب. لو الطفل في هذا العمر بدا يقرا مثل هذه الممارسات وهذه الجرائم، يصل لمرحله بعض الاحيان يبدا يالف هذه الاشياء، يالفها، يشوفها عاديه بالنسبه له. وفي واحد في الخليج عنده قناه، ايضا قناه يتكلم فيها عن الجرائم. ما اعرف مر عليكم ما مر عليكم، هذا مشهور. هذا لدرجه انه كثير استشارات تجيني بيت كامل يتابعوا هذا من جريمه لجريمه. طبعا ليش يجي استشارات؟ لان اولادهم اصبحوا يخافوا يطلعوا بس من البيت من كثر ما يتابعوا جرائم. اصبح الطفل خايف بس، لدرجه يقول لي لك واحد من الاولاد كان يبني بيت، يقوم ببناء منزل، يروح يشوف البيت. هو لما يدخل البيت تعرف البيت ما جاهز، لما يدخل البيت يتخيل واحد حرامي هنا، ويتخيل واحد جاي يقتله من هنا، ويتخيل واحد جاي. لماذا؟ ترى من كثر ما سمع عن هذه الجرائم عايش رعب، عايش في حاله من الرعب. لو اكتشفت ان الام، انا انصح الابن، اكتشفت ان الام هي وحدها تتابع القناه، قالت انا ما اتابع بس لما اكون ملابس اتابعه. يعني تخيلوا معي تكون ملابس ومشغل اليوتيوب، هذا بعد وحدها مصيبه يعني. بان العقل الواعي ينشغل باشياء والعقل اللاواعي تدخل له هذه الاشياء. تخيلوا معي كميه هذه المخاوف اللي تدخل لابنائنا. فدائما نقول، حتى تحدثت في هذا الجانب، اليس منكم رجل رشيد؟ اي كتاب في الدنيا هذه من عنوانه. المصريين يقولوا دائما الكتاب او الجواب يبين من عنوانه. اذا العنوان هكذا وصورة الغلاف كذا، كيف بالداخل ما في هذا الكتاب؟ طيب معرض الكتاب جابوه وباعوه، الحين الدور على من؟ على من الدور؟ عليكم انتم. احنا ما نطلب كل شيء تسوي الحكومة، وما نطلب كل الناس ما يسوي كل شيء. في النهاية انت كرجل شوف. على فكرة انا كنت اتكلم واحدة بنات عندي قبل 3 ايام استشارة، اقول لك كيف؟ قالت لي احنا في المدرسة نتبادل، يعني واحدة مشترية هذا الكتاب وواحدة هذا الكتاب، تقول انت بتخلصي من هذا اعطيني هذا ومن هذا، وبعدين يقول لك ما نودي البيت عشان ما يشوفوه، بس نخليه في المدرسة عشان ما يشوفوه. يعني مدركات، لكن ما مدركات ان الكتاب فيه مشكلة. تعال مدركات ماذا؟ البنات عم تقول هذا البنت انا ما مدركة ان الكتاب فيه مشكلة، انا مدركة ان ابوي متعقد، ابوي من الاول متعقد ما منفتح. خلاص الدنيا تطورت، تقول لي 2024 انتم بعدكم جالسين تخوفونا، خلاص احنا طورنا والدنيا منفتحه والدنيا، انتم بعدكم الاول. وحقيقه هذه انه احنا تطورنا منفتحه، هذه جدا مهمه اذا نقف لها. لان من ضمن الحالات اللي توصلنا مرحله يصل الطفل اليوم انه
يتعامل مع ابوه ولا امه كند له ما كأب. احنا اول الاب عندنا مقدس والام مقدسه الى اليوم. احنا جيلنا، اما هذا الجيل ما كلهم طبعا، في ناس رائعين جدا، لكن البعض يقول لك انا كيفي، القانون يقول لي انا اقدر اشكيبك، اقدر انا اخذ حقي، انا عندي حريه، انا عندي كذا. طبعا هذا نتمنى انه ما واصل عندنا احنا كهذا البيئه، لان احنا الحمد لله بعد هذه البيئه بيئه يعني لديها من المعرفه والوعي شيء جميل. لكن صدقوني يا اخواني، ان لم تنتبهوا التفاصيل ستغيب اشياء كثيره. تفاصيل، خاصه البنات، بناتكم احتوائهم جدا مهم. تستمع لبنتك كل يوم، تستمع لها مهم جدا. تقضي وقت مع ابنائك بجودة عالية بعيد عن الهاتف، بعيد عن التلفزيون، مهم جدا. أن تحاورهم مهم جدا. وأهم نقطتين لو كل واحد فينا في هالجامعة، أهم نقطتين لو عملتهم مع ابنائك، إحنا دائما نقول كن صديق لابنك. طيب كيف تكون صديق لابني؟ نقطتين، طبعا نقاط كثيرة لكن نقطتين ممكن نلخصها. النقطة الأولى تلعب معه. طبعا بعض الناس يقول كأنه بعدني بقى صار عليه العب على هذا الكبر. ترى اللعب مع الابناء جدا مفيد في غرس القيم، جدا مفيد، لان في يكون في مرحله متعه، الابن مستمتع معك، بالتالي هذا اهم نقطه تزرع معه قيم، تلعب معه. النقطه الثانيه تتبادل معه الاسرار، تخبره اسرارك. في قصه جميله لاحدى الامهات تقول يوم من الايام جات بنتها وحصلت في مريول لبنتها رسالة من شاب فيها كلام غرام، فتقول انسعقت، يعني بنتي مربتها تربية جدا ممتازة، يعني من تحفظ القرآن الكريم وتربية ممتازة، انسعقت كيف بنتي عندها هذه الرسالة. ففكرت وسألت نفسي ايش اعمل، فرحت رجعت الرسالة في المريول. بعدين قلت حال بنتي انا عازمتك اليوم على العشاء، نطلع نتعشى خارج. فطلع يتعشى خارج. تقول اثناء العشاء مثلت باني منشردة الذهن، شاردة الذهن، سرحانة. فقالت لي البنت مالك ماما ايش فيك؟ قالت لا ما موضوع قديم هذا شاغلني كان، وخلينا نستمتع الحين بالعشاء وما يحتاج نتكلم فيه. قالت هلا كلميني عادي. قالت اكلمك صديقة؟ اكلمك صديقة، افتح لك قلبي كصديقة؟ فقالت للبنت ايوه. فقالت لها انا لما كنت مثل عمرك يوم من الايام احد الشبان في الحاره رمى لي ورقه، فتحت الورقه هذه وقامت تقرا الكلام المكتوب في الورقه هذيك، انه كتب لي اني انا كذا وكذا وكذا، نفس الكلام بالضبط. فالبنت صعقت طبعا. بعدين قالت لها قولش بنتي خلينا نستمتع نتعشى، خلينا السوالف، احنا جايين نتنكد هنا، احنا جايين نتعشى مع بعض واحنا جايين نستمتع، خلي هذا سالفه قديمه خلاص راح عليه الزمن. فتقول البنت خلاص من اللحظه هذيك حسيت البنت تاكل لقمه ولقمه ما تاكلها وتراجع نفسها. لما رجعنا البيت اول شيء سويته راحت غرفتها وجابت الورقه هذه لامها، قالت تفضلي يا امي، صدقي يا امي نفس الموقف اللي صار لك انا صار لي اليوم. ارتحت نفسيا شوي. بادلهم، اعطيهم سر يعطوك سر، هذه الصداقه. تعال يا ولدي اخبرك ايش صار لي. انا في الاستشارات لما يجوني الاطفال ما نقوم بشيء العجيب، فقط اقول له كلمتين. يجي مع امه وابوه لما يدخل مع الطفل اقول له كل شيء تقوله هنا سر بيني وبينك. قال لي حتى ابوي؟ قلت له حتى ابوك ما يعرفه سر. وفعلا سر، هو مش وفعلا سر، خاصه الطفل اللي عمر 14 سر. انا جاي اصلح المشكله، ما جاي اخبرهم ايش بسوي من مصيبه. يبدا الطفل لما يحس انه في سر. ايش يعني سر؟ يعني امان. ايش يعني امان؟ يعني اتكلم، يعني في احد يسمعني. طيب لما يسمعني هذا الانسان ايضا اقول له انا لما تكلمني ما في شيء اسمه طحت من عيني، ما توقعتك، طحت من عيني ما توقعتك، معقوله تسوي كذا؟ معقوله انت تسوي كذا؟ صلي معانا كل يوم صلوا كذا. قلت له ما عندنا النظام، تكلم لين تخلص، في النهايه راح نحلل
ونفسر لماذا قمت بهذا الفعل، ما نشخصن الفعل، لأنه هو جاي يريد حل، ما يريد يتكلم عن المشكلة، يريد حل لحل هذه المشكلة عشان ما تتكرر مرة ثانية. وبالتالي المساحة الآمنة نستطيع أن نقول أي أب، وهذا أنا أطلبها من قلب قلبي، أي أب يستطيع أن ينشأ مساحة آمنة يكون علاقته مع أبنائه فيها ارتباط آمن، يخبرك، يكلمك، يبوح لك، يفضفض لك. قبل 3 أيام جاني ولد صغير، أتوقع صف رابع أو ثالث. شوف تعرف من خلال حديث الابن تعرف الأب. فدخل معي الولد هذا، فلما كلمته قلت له أنت إيش حاب تكون؟ أعطاني وظيفة، فقلت له أبوك إيش يشتغل؟ طلع أبوه يشتغل نفس الوظيفة هذه. فأنا عرفنا الابن يرى بأن والده إيش؟ نموذج. هذه أول خطوة. هذا الأب رائع، أب ممتاز جدا، لأن الابن يرى بأن هذا الأب نموذج وحاب يكون مثله. بعدين قلت له طبعا هم جايبين عشان قراءة وكتاب، مسكت الابن قلت له اكتب لي. مليته يكتب. الولد خطه جميل جدا، خط رائع. لما كتب خط رائع قلت هذه خلف هذا الخط ما أب. الأب ما شغله السوالف. الأب حين ما شغله السوالف. هذا رجل رشيد، هذا إذا يقولها. فقلت له قلت على طول شفت خطه جميل. فأول ما دخل عندي الزوجة أو شقت حال الزوج قلت له هنيئا لك بهذه الزوجة، حقيقة تستاهل اليوم مكافأة. هذا شوف خط ولدك. قال يا والله تعبانة معاه مسكينة من يوم صغير. ما قال أنا، على طول هي تعبانة معاه. وبالتالي شوف من جلسة بسيطة عرفت أن الأم ماذا صنعت والأب ماذا زرع في ذلك الطفل، من حوار بسيط ما يجي 10 دقائق، على طول الحصاد يتضح. وهذه من ضمن الأشياء المهمة نختم فيها هذا الدرس. أليس منكم رجل رشيد؟ آخر شيء نقول فيه هو أن نكامل الأدوار. أول قديما النساء ما كانت تعمل والرجال يعملوا، بالتالي الزوجة جالسة في البيت، هي تقوم بكل هذه المهام، هي مسؤولة عن مذاكرة الأطفال. اليوم أصبحنا في زمن الزوجة تشتغل والزوج يشتغل، ما يصير نفس الشيء، نفس المهام. لابد أن تقوم أنت بهذه المهام أيضا، تنصف هذه الزوجة وتنصف هذه الأبناء، هؤلاء الأبناء. وبالتالي اليوم يا أخواني هذا من القلب أقول لكم إياه، أبنائكم لو أنت علمت ابنك الفاتحة، بس الفاتحة، مسكت ابنك في سن مبكر، أنت علمته، ما جبت شيخ، ما جبت أي أحد، أنت علمت ابنك، مسكت ابنك وعلمت الفاتحة وأتقن هذه الفاتحة، تخيل كم مرة يقرأها في عمره. لو ابنك عايش مثلا 50 سنة وفي اليوم يصلي 5 صلوات وفي كل صلاة يقرأها في 4 ركعات، هذه الفريضة مع السنة، كم مرة سيقرأ الفاتحة في عمره؟ وأنت من قمت بتعليم ابنك الفاتحة، أجر عظيم جدا. وبالتالي ما نتنصل كرجال من التربية وتعليم أبنائنا، لأنه مهم جدا أن ينشأ الابن عنده هذا النموذج الجميل اللي يصنع من خلاله الطفل يستطيع أن يفند بين الصح والخطأ. الطفل اليوم يعني كختام لهذا الدرس، لأن في عندنا درس قادم صح؟ بعنوان تتذكره؟ ولا راح عليك أنت بعد؟ أنا من كثرها أنت ما أتذكر وين هذه. زين. فلكي نكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى ونعطي أشياء عملية في هذا الجانب، نقول محتاجين جدا هذا الرجل الرشيد. ومرة ثانية أرجع لنقول رشيد يفند ويعلم أبنائه أن يفندوا الصالح والطالح. شوف مهمة سهلة، لكنها في الواقع وجد تشوفها عمليا تحصلها ليس بتلك السهولة في ظل غزو المعرفي، هذا الغزو التقني والرقمي اللي موجود ليس بتلك السهولة. يعني أعطيكم مثال، غزة يحاربوهم يقاتلوهم وتحصل مكان مسويين أغاني، جايبين أغاني، هي رجل رشيد هذا. لما تجي أتذكر لما تجي تقول للناس ليش، يقول لك أنت لا سكر البلاد أحسن، أنتم متعقدين، ما نعرف إيش دخل أنا هذا بهذا. وبالتالي هذا مثال بسيط جدا أخبركم بأن أصبح هناك اختلاط بين الحابل والنابل،
بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بد أن نعلم أبنائنا عندهم أن يواجهوا هذه التحديات القادمة بقوة لدى أبنائنا ويفندوا الصالح والطالح بإذن الله تعالى. هذا درسنا اليوم، نلتقي في الدرس القادم بإذن الله تعالى. صلوا على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، كما صليت وسلمت وزدت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيب الدعاء. يا الله يا عظيم يا رحمن يا رحيم، مثل ما جمعتنا يا الله في هذا الجامع المبارك، اجمعنا يا الله في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة. اللهم يا الله تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم. اللهم ألطف بأمهاتهم وأخواتهم وأطفالهم يا أرحم الراحمين يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل على سيدنا محمد. أحسنتم.